السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض تخليل اللفت، طريقة سهلة ومش تاخد منك اي وقت يعني. زي ما انتوا شايفين كده شكله ده كان الشكل النهائي بتاعنا. معلش اعذروني صوتي تعبان شوية. هنا انا جايبه 5 كيلو من اللفت. غسلتهم كويس جدا، نقعتهم الاول من الطينه وبعد كده ابتديت اقشر فيهم. نقيت بقى منهم، في منهم الكبير في منهم الصغير. اللفتايه الكبيره دي انا هاخدها اقطعها واخللها، هو اللي هو هيبقى التخليل السريع. اما الصغيره دي فانا هخليها ان شاء الله لرمضان، او ممكن يعني ايه تقعد معايا بتاع حوالي شهر شهر ونص كده يعني. تمام. فهنبتدي بقى نقطع اللفت بتاعنا ده بالقشاره، لو انتوا عندكم قشاره زي كده. ولو مش عندكم القشاره اللي هو بيدي الشكل ده، ممكن بسكينه عادي يعني. تمام. تقطعوه صوابع بقى، اي شكل انتوا عايزينه اعملوا بيه. المهم في الاول في الاخر ان انتوا تقطعوها التقطيعه كلها مظبوطه وحلوه، عشان يتخلل كله ويتحدق كله زي بعضه يعني. تمام. اللفت ده انا جايباه الكيلو ب2 جنيه، واللفت اليومين دول حلو جدا في السوق. يعني ده موسمه ومش فيه شيخ ولا اي حاجه. فلو حابه تخللي من دلوقتي جيبي وخللي من دلوقتي. تمام كده، تمام يا حبايبي. بالنسبه لللفت الكبير ده احنا هنقطعه زي ما انتوا شايفين كده، هنقطعه. واللفت الصغير ده بقى هنبتدي ندي فيه ايه، شرخ كده من الجنب، هيبقى سليم زي ما هو. تمام تمام. شايفين الشكل بتاعه؟ شكل زجزاج كده، شكله جميل قوي، بيدي منظر حلو يعني. طبعا احنا عارفين العين بتاكل قبل الايه، قبل البق. البني ادم لازم يشوف الحاجه شكلها حلو قدامه عشان تفتح نفسه طبعا. ايوه كده. نخلص بقى الكميه بتاعتنا دي. وهنا بقى هنمسك اللفت الصغير نديله شقه من الجنب كده، بس شقه او شقتين من الجنب. تمام. بالنسبه لللفت الكبير هنحط له خل، بالنسبه لللفت الصغير ده مش هنحط له خل. تمام تمام يا حبايبي. هنا بقى خلصت كده اللفت الصغير، هخلصه وارجع لكم تاني. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين كده انا قطعت اللفت الكبير كله صوابع، وقطعت بردك شقيت اللفت الصغير كله من الجناب كده. هنجيب بقى كمية ملح، هنرش هنا معلقتين 3 ملح عشان ده كمية طبعا اكتر، وهنرش على اللفت الصغير معلقتين من الملح. تمام. نرش بقى ونغلف اللفت بتاعنا كله بالملح. اول ما تحط عليه الملح وتسيبيه لفتره هتلاقي اللفت معاكي هبط خالص. هو دلوقتي بصي مالي البوله بتاعتي، البوله دي بتاعتي دي كبيره جدا. تمام. يعني يعتبر شايله بتاع حوالي 3 كيلو ونص من اللفت. هنقلبه كويس قوي كده، قلبناه. وهنيجي عند اللفت الصغير ده هنرش عليه في معدل معلقتين ملح بالظبط. تمام. ونحط ده في مصفى وده في مصفى. ليه في مصفى؟ عشان الميه اللي بتنزل منه دي يعتبر الميه اللي هي الوحشه، يعني غازات بتطلع منه. فده احسن. شفتوا من نسلق القرنبيط بنحط معاه معلقه كمون عشان يطلع كل الايه الغازات والحاجات الوحشه اللي فيه. تمام تمام. هنا بقى هنصفي اللفت بتاعنا هنا ونسيبه يوم كامل. بس انا صراحة سبته 4 ساعات بس، انا ما سبتهوش ليلة كاملة. لو انت حابة تسيبيه ليلة كاملة تمام قوي. انا سبته 4 ساعات وصراحة كانوا كافيين يعني. نزلوا المية اللي فيه وانتوا هتشوفوا معايا في الفيديو اهو. شايفين كمية المية اللي نزلتها اللفت قد ايه؟ المية دي بقى احنا مش هنحتاجها، احنا هنكبها خلاص. تمام كده، تمام يا حبايبي.
انا اسفه. دلوقتي بقى ايه، هنجيب البرطمان. انا لقيت البرطمان ده صراحه كبير قوي على الكميه اللي معايا، فقلت اخد البرطمان المتوسط ده، وسط ده كويس. تمام. ومعايا العلبه دي هنخلل فيها اللفت اللي هو الصغير السليم. تمام كده. تمام. فضيهم بقى، اصل هما مش كتير يعني، بتاع حوالي 1.5 كيلو. تمام. نمسك البرطمان بقى، نبتدي نعبي اللفت بتاعنا. ما تنسوش طبعا ان اللفت بتاعنا فيه ملح، يعني هنيجي نحط الملح، هنحط ملح تاني بس بنسبة قليلة جدا عشان المخلل بتاعي ما يحدقش مني. تمام كده. تمام. هقول لكم بقى على المعلقة اللي هي بتحافظ على اي مخلل معانا، بتدي نتيجة حلوة قوي. هنا بقى جبت البنجرايه كبيره زي ما انتم شايفين كده. البنجرايه دي انا اشتريتها ب2 جنيه. دي الواحده انا شاريها ب2 جنيه. تمام. مع ان البنجر جه عليه ايام كان الكيلو ب3 وب5 جنيه، يعني مش من بعيد قوي والله. خير ان شاء الله. المهم كده انا قشرت البنجرايه معايا، شايفين اللون، شايفين عملت في ايه في ايدي. المهم هنقطعها طرنشات مكعبات زي ما انت حابه، ونكون بنغلي ميه على النار او في الكاتل، ميه بتغلي خالص. معلش اعذروني والله انا تعبانه جدا، ويعلم ربنا انا عامله الفيديو ده ازاي اصلا. كده زي ما انتم شايفين انا غليت ميه بتاع حوالي 2 ميه. تمام. وننزل فيه بشويه ملح. حطينا شويه ملح، مش عارفه انا بروح فين كل شويه، ما علينا. ومعلقه باربيكيا، معلقه. لو مش موجود خلاص، ما عندكيش باربيكيا خلاص كفايه قوي البنجر، بس الباربيكيا بتدي لون حلو بردك لللفت. تمام. تمام. قطعت هنا بقى حتتين بنجر مش محطوط عليهم ميه، والناحيه دي بردك في البرطمان الكبير ده حتتين. وهننزل في البرطمان الكبير ده بنص كوبايه خل، لكن اللفت الصغير مش هننزل فيه بخل، مش هنحط له خل. تمام. عشان ده هيقعد معانا فتره طويله. نزلنا كده بشويه من البنجر بتاعنا، وهننزل نكمل عليه باللفت. نزلنا هنا بشويه من البنجر، وهننزل بشويه من الملح، وخلاص على كده. ده ما بيتحطلوش اكتر من كده. لكن البنجر اللي بيتاكل سريع على طول بيتحط له خل، بيتحط له خل. ولو حابه تحطي كمان ليمون حطي، بس انا ما حطيتش صراحه ليمون، انا استكفيت بالخل. تمام كده. يبقى مكونات بنجر وخل وملح وباربيكيو. لكن لو حابه تحطي شطه دي حاجه برضك ترجع لك يا حبيبتي. معلش لو كان الفيديو تول. هنا بقى نزلت بحوالي 1.5 معلقة ملح. زي ما قلت لكم ما تنسوش ان انا حاطه ملح. لفيت اللفت بتاعي بملح وسبته يصفي. وهنا بقى هنجيب ميه من الحنفيه عادي. تمام كده. ونغطي لحد ما نغطي اللفت بتاعنا. تمام كده. تمام. وهنعمل بردك في البرطمان اللفت اللي هو يتاكل على طول. هننزل بمعلقه من السكر. معلقه من السكر دي بقى ماده حافظه، المعلقه من السكر ماده حافظه، معلقه صغيره من السكر. تمام. تستغربوش يعني، دي الماده الحافظه بتاعتنا. كده خلاص اللفت الصغير انا خلصته.
وهنا اللفت الكبير بقى برضك انا خلصته، هنقلبه كده كويس. وهنا بقى مني شويه من اللفت، فاضطريت ان انا اجيب له برطمان بردك صغير، لان البرطمان الكبير قوي ده ما كانش هيكفي، كان هيبقى كبير على الكميه اللي معايا. تمام كده حبايبي، تمام. ننزل عليهم بشويه من البنجر وحبه من الملح وشويه من الخل. ما تكتريش الملح بتاعك عشان المخلل ما يحدقش منك، اظبطي ايدك. والملح ده على حسب الكميه اللي انت هتجيبيها. ربع معلقه ونص معلقه من السكر هنا في البرطمان الصغير ده، وننزل بكميه من الميه بس كده. وبكده بقى اكون خلاص خلصنا مخلل بتاعنا. حطيه في مكان بقى ما يكونش قدام الاطفال يعني، او قدام حد ان هو يفتحه كل شويه. اللفت الصغير ده 3 ايام بالظبط بتاكلي منه، واللفت الكبير ده بقى احفظيه شهر، شهر ونص، شهرين، يبقى حلو قوي. تطلعي منه وتقطعي، وبألف هنا على قلوبكم يا رب. اشوفكم على خير في فيديو جديد.